سلام سلام، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة سيجار محشيين بالمكسرات. أول حاجة نبدأ بها هي العجينة. عندنا 2 كيسان دقيق، أنا هنا كنت عبرت بالفنجان حسب الرغبة. إذا كنتوا حابين كمية كبيرة تقدروا تبدلوا كاس. عندي ملح فانيليا، رشة ملح وملعقتين كبيرتين من المكسرات أي نوع. أنا هنا كنت استعملت اللوز والجوز. عندي نصف عبار سمن يكون بارد. ندخل جميع المكونات مع بعضها. نلمو العجينة تاعنا مع الزهر والماء. هنا العجينة تاعنا تكون متماسكة ما تتلاصقش في اليدين. نلمو العجينة تاعنا العجينة تاعنا هنا لازم ندفكوها حوالي 5 دقائق. نقسمها إلى كريتين. نديروهم في كيس بلاستيكي ونخليوهم يرتاحوا على الأقل نص ساعة. هنا نحضروا الحشوة تاعنا. عندنا 3 كيلات من المكسرات. نبقاو بنفس الكاس بمعنى اللي عبرنا به الفرينة نكملوا به الحشوة. عندي ملعقة كبيرة زبدة، ملعقتين كبيرتين سكر عادي، رشة قرفة، وندمو العجينة تاعنا مع الزهر. هنا العجينة تاعنا متكونش سايلة بزاف، تكون متماسكة. بعد ما نعجنو العجينة تاعنا نديروها حرابش كيما موضح في الفيديو. نفتحو العجينة تاعنا نقطعو العجينة تاعنا بنزيد الزوائد. وكالعادة ما نرميوش الزوائد تاعنا، نخليوهم في كيس بلاستيكي حتى وين يرتاحوا ونعاودو نفتحو العجينة تاعهم. نقطع العجينة تاعي
نفتحو العجينة نفتحو العجينة مليح ونخليو شوية من فوق باش ننميو عليه الحشوة تاعنا كيما راه موضح لكم في الفيديو. نديرو الماء ونديرو الحشوة تاعنا ونخرقو عليها. لازم نخرقو على العجينة تاعنا مليح باش كي نقريوها ما تتفتحناش السيجار تاعنا. ونواصلو بنفس الطريقة مع باقي العجين والحشوة. نقريو السيجار تاعنا في زيت ساخن ساخن مليح، ومن بعد ما نقريوهم نحطوهم مباشرة في العسل تاعنا، والعسل لازم يكون ثقيل. وهذا هو السيجار تاعي بعد ما كنت عسلته ودرت له رشة خفيفة من المكسرات. ما تنسوش ديرونا جيم للفيديو وتبارطاجيوه معكم، وإذا كنتوا حابين نشارك معكم وصفات جديدة ما عليكم ما تخلوا لي غير تعليق